ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايبه لكم فيديو جامد جدا. الفيديو ده المفروض يطلع ترند. ماشي يا بنات، المفروض ده يطلع ترند. ليه بقى؟ عشان انا جايبه لكم اختراع. تعالوا بينا نسمي الله ونسمي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشوف هنعمل ايه النهارده في القلقاس. انا كانت عقدة حياتي تقشير القلقاس. قسما بالله، تقشيره ده كان بالنسبة لي حاجة صعبة جدا 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 على ايديا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. مسكناه غسلناه غسلة حلوة. شايفين الطينة هنفضل نغسل فيه لغاية ما نتخلص من الطينة دي كلها. متنسيش بس لو عجبك الفيديو تدعميني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو على البيج اعملي متابعة للصفحة. هنغلي مية، دي مفاجأة بقى، وهنحط فيها القلقاس بقشره. اه والله العظيم هتحطي القلقاس بقشره. هتحطيه 3 دقايق، 3 دقايق فقط لا غير، مش اكتر من كده. احنا عايزين نعمل حاجة واحدة بس، ان احنا نسهل علينا ان احنا نقشره. هنقشره ازاي؟ تعالي اقولك يا حبيبتي هتقشريه ازاي. يلا يا قلب اختك انت وهي، وشوفوا هنقشر القلقاس ازاي. بعد ما غليناه 3 دقايق طلعناه وبردناه في ميه ونشفناه. وتعالى اقولك بقى، وشوفي بقى الجمال، شوفي بقى الحلاوة، شوفي بقى السهولية. شايفة؟ بتقشري منجاية يا اختي، مش بتقشري قلقاس. والله العظيم ما كنت بعرف اقشره خالص بسبب ايديا. اول مرة ارتاح في تقشير قلقاس. عشان تعرفي ان اختك بتدورلك على ايه، بتدور على راحتك. شفتي بقى؟ شفت اختك بتحبك ازاي، وجايبالك الحاجة السهلة وبتسهل عليكي وقفتك في المطبخ. اهم حاجة بس ان انتي لما تقطعي القلقاس، اقولك بس نخلص تقشيره واقولك تعملي ايه بعد كده. كل حاجة وليها وقتها يا ماما. كملي بس الفيديو للآخر، واوعي تجري الفيديو، ازعل منك. اوعي تجري الفيديو يا حبيبتي، انا اختكم وبحبكم. هنا بقى مسحناه مسحة حلوة، مسحة تمام بحتة نضيفة. وبعد ما مسحناه نمسكه نقطعه. بصوا يا جماعة انا ما كنتش بقدر اعمله والله. والله ما كنت بقدر اقشره خالص. قشرناه وخلصناه تمام. ودينا بنقطعه مكعبات زي ما انتي تحبيها بقى، مكعبات كبيرة، مكعبات صغيرة، زي ما يحلالك يا قمر. انتي وهي، انتي وراحتك، وانتي واللي بتحبيه. تمام، بس ما يكونش مكعبات صغيرة خالص عشان ما يتهريش منك في قلب الحلة. تمام، انا بقولك على كل التركات وكل الخطوات. عشان ايه؟ عشان تبقي واخدة بالك من كل حاجة وتقولي ايه، هند ضيعتنا. لا يا ماما، انا بحب اجيب لكم كل حاجة سهلة عليكم. بحب اسهل عليكم وقفتكم في المطبخ. وداخل علينا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. عايزين كل حاجة تبقى سهلة علينا. هنا خلصنا بقى القساية. اوعي بقى تقطعي التانية عليها، اوعي حسك عينك هيبوظ منك. لان كل واحدة ليها سواها، مش كل القساية بتاخد سوا زي التانية. فهنعمل ايه؟ هنقشر واحدة ونحطها وعليها عصرة نص ليمونة ونقلبها. ادي وحطي في الكيس، وكل واحدة لوحدها. واحدة كبيرة واحدة صغيرة مش مهم، المهم ان كل واحدة تبقى ليها اكلتها. تمام. ونخلص ونحط في الكيس ونفرز على كده. وكلي احلى قلقاس. ولا واحدة هتبقى كبيرة ولا واحدة هتبقى صغيرة. انا غلطت الغلطة دي السنة اللي فاتت وقطعت كله على بعضه، وباكل قلقاسية نية وقلقاسية مستوية. فاحنا مش عايزين كده. يلا بقى قومي فرزي على طول، ومش هياخد منك اي حاجة. لو عندك 30 كيلو قلقاس هتفرزيهم في الحال. يلا يا ماما انت وهي، يلا يا قلبي قومي فرزي. وكل سنة وانتوا طيبين. ولو عجبك الفيديو اوعي تنسيني باللايك والاشتراك في القناة. ولو على البيج يبقى متابعة للصفحة. بحبكم يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي. ودعوة حلوة لاختكم بالله عليك.